عايز تبدل عربيتك في مصر ها؟ بالسهوله دي؟ تعالى اقول لك بقى اللي هيحصل معاك. انت الاول هتعرض عربيتك للبيع، فهيبقى رقم موبايلك مرطرط في كل حته، وبيجي لك مكالمات مالهاش اي لازمه، من بتاعه عداد قد ايه ورشه ايه ومغيره ايه وموديل كام، واللي كده كده اللي بيسال مش بيصدقها، فبيجي يفحص بنفسه، مش بيجي لوحده، بيجي مع ابن خالته اللي بيجي بالقلم بتاع الفحص ده، والمفروض ان ده اللي فاهم في العيله يعني، وهو كل علاقته بالعربيات ان هو كان بيلعب نيد فور سبيد وهو صغير، فبيبدا يضيق عينه كده ويركز ويفتح الكابوت والابواب والشنطه والتابلو، وبعد كل الرزع ده يبص لك كده ويقول لك اي حاجه مالهاش اي علاقه. بص يا باشا، اصل العربيه دي بلاعه بنزين، دي قطع غيارها عزيزه، صيانتها نار، طب حضرتك ايه اللي غصبك تشتريها؟ امشي يعني، عليك حكم في الشايب. ويفضل يفاصل ويناهد لحد ما نوصل لمرحله الدفع. يقول لك بص حضرتك انا اشتريت خلاص، انا بس عندي ازمه سيوله، احجزها لي وشيل البوست، وانا في بحر شهر هاجي اكيش. بحر شهر حضرتك انا عايز ابيعها دلوقتي يعني، ليه استناك لما تطلع من البحر؟ يقول لك طب بدل الفلوس اكتب لك شقه طنطا باسمك، بلاش تاخد اياد، ده ابني اياد ده حلو، واستخدام 7 سنين وادب واخلاق وقرايه وكتابه وبوتي تريننج مش هيكلفك مليم. تتفقوا اخيرا على السعر وتبيعها وتدور على العربيه تشتريها، فتبدا نفس الرحله بس بالعكس بقى، تلف على المواقع والمعارض والمعارف، وكل واحد تساله على سعر العربيه يقول لك يا باشا مش هنختلف لما تيجي العربيه، والله عروسه عروسه بتروح مشوار 3 ساعات وبتختلف، مش بس على السعر، لا انت مش بتلاقي العربيه اصلا. يقول لك والله يا باشا هي اتباعت وما اخبيش عليك، هي ما كانتش عروسه قوي يعني، بس عندي عروسه بقى احلى، موديل 2027 بس ما تقلقش، فابريكا، فبقلب جامد تقول ايه هفحص وهدفع، فتلاقي رشه بابين وشنطه وسقف وكبوت ومسروقه ومقلوبه وعليها مشاكل في الورث. فلو عايز تجربتك ما تبقاش كابوس سواء بتبيع او بتشتري، ريح بالك وادخل على سلندر. هتبيع عربيتك وانت قاعد على الكنبه، او تشتري عربيه مستعمله بضمان وبالتقسيط، وكمان سياسه استرجاع مجانيه لمده 7 ايام.